تعرف ان عدد النجوم في الكون اكبر من كل حبات الرمل الموجودة على كوكب الارض؟ لو قلت لك ان انت كوكب واحد عادي بيدور حوالين نجم عادي في مجموعة شمسية عادية جدا في مجرة عادية برضو جدا ما فيهاش اي حاجة مميزة، يعني تخيل معايا الكون مليان بالمجرات، ابدأ اعمل زوم كده شوية حلوين هتوصل لنجم عادي ما فيهوش اي حاجة مميزة. فحضرتك كوكب واحد في مجموعة شمسية واحدة في مجرة واحدة. الكون اصلا فيه كام كوكب وفيه كام نجم وفيه كام مجرة عشان نكون احنا واحد بس من ضمن العدد المهول ده من الكواكب؟ خليك معايا للاخر وهتعرف. بص، انت ممكن تكون مش مدرك قد ايه الكون ده كبير او مدرك حجم الكون ده عامل ازاي، ولكن حاول تفهم معايا الارقام اللي هتتقال دي. سنة 250 قبل الميلاد الفيلسوف ارستارخوس اتكلم عن مركزية الشمس وقال ان الشمس هي المركز وكل حاجة بتلف حوالين منها مش الارض، لانه كان المعتقد السائد وقتها ان الارض هي مركز الكون وكل حاجة بتلف حواليها، خصوصا لما يكون المعتقد ده جاي من فيلسوف اللي كل الانظار رايحة عليه، ارسطو كان صاحب فكرة مركزية الارض وان الارض هي المركز. وزي ما تقول كده ارسطو ده كان هو الكل في الكل وقتها، وكانت كلمته دايما مسموعة، فاي حد كان يقول عكس كلام ارسطو فده كده مهرطق. فصاحبنا ده اتكرف له علشان كلام ارسطو ان الارض ثابته وكل حاجه بتلف حواليها. ولحد سنه 1572 نيكولاس كوبرنيكوس طلع قال يا جماعه بصراحه كده الارض مش مركز الكون ولا حاجه، الشمس هي المركز وكل حاجه بتلف حواليها، والارض كوكب عادي زيه زي باقي الكواكب اللي بيلفوا حوالين الشمس. فنيكولاس كوبرنيكوس هو اللي عاد الفكره دي تاني، هو اول واحد اتكلم عليها في العصر الحديث. يا جماعه الشمس هي المركز وكل حاجه بتلف حواليها بما فيهم الارض. طبعا الكنيسه قفشته وعملت معاه واحد جلاش ده، لان كلام ارسطو عن مركزيه الارض كان بيتوافق مع تفسيرات الكتاب المقدس، فاي حد هيقول عكس كلام ارسطو فهو بيخالف الكتاب المقدس. فده مش علشان سواد عيون ارسطو، لا ده علشان المعتقد ده فضل سائد عند الجماعه الكاثوليك. فزي ما تقول كده كلام ارسطو كان بالنسبه لهم كلام مقدس، واي كلام عكس كده فهو كفر ومخالفه للعقيده ومش مسموح اصلا التشكيك فيه. فكوبرنيكوس سكت خالص عن الموضوع وما نشرش حتى كتابه اللي كان بيقول فيه الكلام ده خوفا من الكنيسه ورد فعلها. ده الراجل حتى من خوفه كان بيشرح محاضراته اللي بيقول فيها افكاره عن مركزيه الشمس بكلمات مستعاره، ما كانش يقدر يقولها خبط لزق كده لانه كان عارف رد فعل الكنيسه وقتها كان ممكن تعمل ايه. ولحد ما مات غالبا هو ما فتحش الموضوع تاني، وهو بيموت قال لهم يا جماعه حركه الكواكب والنجوم نقدر نفسرها بشكل احسن بكتير لو بس تخلينا عن فكره مركزيه الارض ورضينا ان الشمس هي المركز لان هي دي الحقيقه المطلقه. لحد ما جه العالم جاليليو وباستخدام التلسكوب اللي هو صنعه بنفسه قدر يثبت فكره كوبرنيكوس عن مركزيه الشمس. خلاص الشمس هي المركز، تعالوا بصوا تعالوا شوفوا التلسكوب بيقول الكلام ده. فجاليليو اثبت الموضوع بشكل عملي. يا جماعه الكلام ما بقاش كلام معادلات وكلام نظري، تعالوا بصوا وانتوا تشوفوا. فجاليليو برضه قابل نفس اللي كوبرنيكوس قابله، الكنيسه عملت مع نفس الواحد اللي عملته، بس ده كان في ايطاليا. يا جدع ده جابوا الراجل وهو راجل كبير راجل عجوز وقعدوه على ركبته وقالوا له انت لازم تقول ان انا مهارتك وترجع عن افكارك دي والا هنكمل الجلاش اللي كنا بنعمله فيك. انت متخيل كم الجهل اللي كان موجود في العصور دي؟ والراجل برضه مات وهو مؤمن بنفس افكاره. ومحاكمه جاليليو فضلت سنين كتير بعد حتى ما هو مات، وطلع بيان من الكنيسه باعتذار للراجل وتكريما ليه وشكرا على مجهودك. الارض فعلا مش مركز الكون ولا حاجه، واحنا اخطأنا في حقك وحقك علينا يا باشا وانت فوق دماغنا. والراجل ده دلوقتي في تربته مرتاح لان حقه رجع له. وفي نفس السنه اللي مات فيها جاليليو هي نفس السنه اللي اتولد فيها اسحاق نيوتن. الواد ده نيوتن عمل نقله في تاريخ الفلك وفي تاريخ الفيزياء كله، لانه قدر يخترع نوع جديد من رياضيات مش بس معادلات جبريه. المعادلات الجبريه ما بتقدرش تتعامل مع التشينج مع التغير. نيوتن اخترع الكالكولس، التفاضل والتكامل. بفضل التفاضل والتكامل نيوتن قدر يحسب حاجات كتير جدا ويشرح بيها نظرياته عن الجاذبيه وعن الحركه. الكلاسيكال ميكانيكس كلها وكل العلوم الحديثه قايمه على التفاضل والتكامل. بدون الكالكولس ما كانش هيكون فيه كل التكنولوجيا وكل التطور اللي البشريه فيه ده. نيوتن خد الماثماتكس اللي عملها دي او خد الفرع الجديد اللي عمله ده وقدر يحسب حاجات كتير جدا من ضمنها حركه الكواكب.
وان في قوه خفيه بتربط الاجرام السماويه دي ببعض اللي احنا عرفناها الجاذبيه. بالمناسبه نيوتن مش هو اللي اكتشف الجاذبيه، يعني انسان الكهف القديم ده كان عارف انه لما يسيب التفاحه من ايده هتقع، ده منطقي جدا، ولكن نيوتن قنن الجاذبيه، عمل لها لوز، عمل لها قوانين، عمل لها رولز. فماثماتيكلي نيوتن هو تقريبا اللي عمل الجاذبيه، نقدر نقول كده مجازا. انت مش متخيل قوانين نيوتن دي عملت ايه في تاريخ الفلك كله. احنا بقينا نقدر نحسب حركه الكواكب بكل دقه، قدرنا نعرف مستقبل الكوكب ده هيكون فيه ايه وموقعه هيكون فين، حتى شكل دورانه عامل ازاي، وقدرنا حتى نحسب قوه التجاذب بين الاجرام دي وبعض، او بين الكواكب دي وبعض، او بين النجوم دي وبعض، من بس شويه داتا صغيره عنهم، عن مثلا البعد بينهم قد ايه وكتله كل واحد. نقدر بكل سهوله بمعادله بسيطه نحسب قوه الجذب بينهم دي قد ايه. فبفضل نيوتن وقوانينه والكالكولس بتاعته بقى علم الفلك متناهي في الدقه. وبعدها بقى كده بشويه حلوين بيجي ألبرت اينشتاين بالسبيشال ريلاتيفيتي والجنرال ريلاتيفيتي، النظريات النسبيه بتاعته سواء الخاصه او العامه، بيدينا منظور اوسع للكون ومنظور اوسع للجاذبيه، وعمل شكل هندسي للفضاء، وعرفنا ان الجاذبيه ما هي الا بس كيرفيتشر كده في السبيس تايم، موضوع هنبقى نشرحه بعدين. المهم الجاذبيه ما هي الا شكل الكون نفسه، في كده تقوس بيحصل، في انحناء، هي دي الجاذبيه. وبعدها بكام سنه بيجي ادوين هابل بيكتشف حاجه اسمها ريدشيفت، وهو بيراقب النجوم لقى ان النجوم بتبعت سيجنال حمراء، والسيجنال او الاشاره الحمراء دي او الموجه الحمراء دي ما بتظهرش لا مؤاخذه كده لما يكون في حاجه بتبعد عننا، لان الضوء الاحمر هو اطول ويف في الضوء المرئي بتاعنا اللي بنقدر نشوفه. فمعنى ان في حاجه بتبعت سيجنال حمراء او اشاره حمراء او موجه حمراء يبقى هي بتبعد عننا. والموضوع ده اتكلمنا عنه في حلقات قديمه قبل كده، وعرفنا ان الكون كله بيتوسع عن بعضه وكل حاجه تقريبا بتبعد عن بعض. قال لك مش الكون بيكبر بيتوسع؟ تعالى بقى نتخيل المشهد بالعكس ونرجع للثانيه صفر، او نرجع لبدايه التايم الحقيقي، هنلاقي ان الكون كان في حيز صغير جدا، مضغوط، هاي انرجي، طاقه عاليه، ما كانش لسه في كتله وقتها، حراره عاليه، كل حاجه وقتها كانت اكستريم، كانت على اخرها، وبسبب ظروف الضغط وحاجات كتير قوي حصلت مع بعض يقوم بوش الكون ينفجر، البيج بانج. الكلام ده كان قبل 13.8 مليار سنه تقريبا، مش متاكد، تقريبا بالتقريب يعني. الكون انفجر، ولكن هو ما انفجرش ولا حاجه، هو لفظ كاتشي كده، هو ما فيش حاجه انفجرت، هو جه في لحظه معينه وتوسع بشكل كبير جدا. الناس بقى تقول لك هو كان صغير وانفجر، ويقعد ياخد الموضوع بشكل كده دعابي شويه، هو اعتبره انفجر يلا. المهم بيبدا الكون قبل 13.8 مليار سنه، وكل حاجه بتاخد وقتها علشان تتكون. وعرفنا ان كل وقت من عمر الكون حاجه حصلت او حاجه اتكونت او حاجه اتخلقت او حاجه خدت صورتها او شكلها، وان الموضوع مش كده فكده، لا الموضوع خد وقت، وكل حاجه خدت وقتها علشان تتكون. وقدرنا نعمل ستاندرد موديل او نموذج كده معين بنشرح فيه بالتفصيل البيج بانج. وبعد فتره طويله جدا من عمر الكون بتبدا اول ذره وابسط ذره في الجدول الدوري الهيدروجين بيتكون وبيتكاثف مع بعضه في شكل نيبيولا او سحابات غازيه، والنيبيولا دي لما بتقرب او والكلام ده حصل بعد 200 مليون سنة. بعد 200 مليون سنة بيبدأ أول نجم يتكون من تكاثف الغازات دي، أو خصوصا تكاثف الهيدروجين على بعضه، ونجم هنا ونجم هنا ونجم هناك. اتغرق الكون كله بالنجوم من تكاثف الغازات دي، وكل شوية نجوم بفعل الجاذبية بتتماسك مع بعض في يونت أو في وحدة بنسميها المجرة. يعني المجرة ما هي إلا مجموعة نجوم أو جروب معين من النجوم في حتة كده لوحده بنسميها المجرة. وأول مجرة أو أول تجمع للنجوم اتكون بعد تقريبا مليار سنة من عمر الكون. لما كان عمر الكون وقتها مليار سنة اول مجرات اتكونت، واحنا بنعتبر ان المجره هي اليونت او الوحده بتاعت الكون. ايوه احنا فين بقى من كل ده، وفين الارض وفين الشمس وفين الكواكب؟ ما كانش كل ده لسه اتكون لسه، لانه قبل 4 مليار سنه، وتحديدا بعد 9 مليار سنه من عمر الكون، بتبدا نظامنا الشمسي يتكون في المجره بتاعتنا اللي اسمها الميلكي واي. وموضوع ضرب التبانه ده يا ريت نتجاوزه، اسمها الميلكي واي. فبقى عندنا نظام شمسي حلو كده، جه بعد 9 مليار سنه من حياه الكون. يعني قبل 9 مليار سنه كان كل
كل ده لسه ما تكونش. المجرة بتاعتنا والشمس بتاعتنا حديث الولادة لسه. الشمس بتاعتنا عمرها 4 مليار سنة ولسه مكملة زيهم 4.5 أو 5 مليار سنة كمان علشان تبدأ توصل لحاجة اسمها الريد جاينت، تبدأ تتنفخ كده وتبلع كل حاجة حواليها، وده الشكل اللي الشمس هتموت بيه. اتنين تريليون مجرة، احنا مجرة واحدة بس من 2 تريليون مجرة. هات بقى مجرة عشوائية كده واعمل زوم عليها هتلاقيها مليانة نجوم. متوسط عدد النجوم من 300 مليار ل 800 مليار نجم للمجرة الواحدة، والرقم ده بيزيد او يقل على حسب كل ظروف مجرة. مجرتنا اللي هي الميلكي واي فيها 400 مليار نجم. بص انت حاول تتخيل معايا الرقم ده عشان ده جنون، ده جنون. الكون فيه 2 تريليون مجرة، كل مجرة فيها تقريبا في المتوسط 500 مليار نجم يا سيدي. يعني لو عايز تحسب عدد النجوم في الكون كله هجيب عدد النجوم للمجرة الواحدة تضربهم في عدد المجرات هيديك عدد النجوم في الكون كله. يبقى 2 تريليون مجرة في 500 مليار مثلا، يطلع لك ان عدد النجوم من 10 أس 22 ل 10 أس 24. بص ده رقم صعب حد يتخيله وهو مش متخصص في لغة الأرقام. أحاول أبسطها لك وأنت حاول تفهمها. عدد النجوم في الكون كله أكبر من عدد حبات الرمل الموجودة في كوكب الأرض بالكامل. مش أكبر مثلا بضعف أو ب10 أضعاف أو ب100 ضعف، حتى ب100,000 ضعف، 100,000 مرة من عدد حبات الرمل الموجودة في كوكب الأرض كله. ده عدد النجوم الموجودة في الكون. يعني تخيل معايا مثلا جبنا كل الرمال الموجودة في الصحراء، جبنا كل الهضاب، جبنا كل الجبال، فتتناهم وطلعنا الحبات بتاعتهم دي وحطيناهم في مكان معين. عدد النجوم في الكون 100,000 ضعف الرقم اللي هيطلع لك ده. انت لو حبيت تعدهم، اللي هو تعدهم عد، طب اللي هو 1 2 العد بتاعنا ده، هتاخد 6 مليون سنة عشان تعدهم. فخلص كده وكلمني. 6 مليون سنة انت قاعد بتعد في عدد النجوم بس. يا صاحبي الموضوع صعب. وسط بقى العدد المهول ده من المجرات في مجرات صغيره جدا بنسميها المجرات القزمه، ودي مش قزمه صغيره قوي يعني، ده بيقول لك بتحتوي على شويه ملايين من النجوم، حاجه بسيطه يعني، ولكن دي بتكون تابعه لمجرات اكبر منها. مجرتنا مثلا الميلكي واي بيدور حواليها 50 مجره من المجرات القزمه دي وبتسرق منها نجوم. مجرتنا احنا بتسرق منها نجوم لان مجرتنا جاذبيتها عاليه جدا مقارنه بجاذبيه المجرات القزمه دي. وعلى العكس تماما بقى في مجرات كبيره جدا اكبر من مجرات كتير جدا حواليها. اكبر مجره معروفه لينا احنا رصدناها قدرنا نرصدها بالتلسكوبات هي مجره IC 1101، ودي قطرها بيوصل ل6 مليون سنه. تخيل معايا مجره واحده عرضها او قطرها 6 مليون سنه ضوئيه، فالضوء علشان يدخل منها ويعدي من الناحيه التانيه هياخد 6 مليون سنه في الطريق. تكون انت خلصت عد النجوم علشان تفهم المقارنه وقد ايه المجره دي فعلا كبيره جدا. قطر مجرتنا احنا الميلكي واي تقريبا 100,000 سنة ضوئية، يعني انت بتتكلم في 100,000 و6 مليون، يعني كده صفرين، يعني بتتكلم في 60,000 ضعف. 60,000 60,000 ضعف، 60,000 مرة أكبر من مجرتنا. يعني هات كده 60 بتاع، طبعا ده أكبر من كده لأن احنا هنحسب المجرة شكلها دائري فهنحسب محيط دايرة. الموضوع كبير. كل بقى مجرة من المجرات دي في بلاك هول في مركزها وغالبا بيبدأ يبلعها، يعني بيشفط النجوم جواها بيبلعها. البلاك هول بقى اللي موجود في مركز المجرة بتاعتنا كتلته 4 مليون مرة كتلة الشمس. بص تحاول تفهم الارقام دي لان الموضوع فعلا مهم. 4 مليون مرة كتلة الشمس بلاك هول فاتحة في الفضاء هتبدأ تبلع المجرة كلها.
طبعا المجرة لو ما انتهتش بالطريقة دي، بتكلم عن مجرتنا الميلكي واي، هتنتهي بالاصطدام مع مجرة كده جنبنا اسمها اندروميدا، ومتوقع تقريبا بعد 4 مليار سنة هيصطدموا ببعض ويبدأوا يكونوا مجرة أكبر بكتير. يعني المجرات برضو قريبة من بعض، الميلكي واي هتصطدم مع اندروميدا، وعلى العكس في مجرات اسمها الفيلد جالاكسيز، ودي مجرات بعيدة عايشة كده لوحدها منطلقة في الفضاء، لا جاذبيتها بتأثر على حد ولا هي بتتأثر بجاذبية حد، بعيدة كده واخدة ركن لوحدها في الفضاء وبتشرب شيشة. بص بقى، عدد النجوم لكل مجرة مش ثابت، لأن في مجرات معدل الزيادة أو معدل ولادة النجوم أكبر من معدل موت النجوم. المجرة اللي فيها الموضوع ده بيبدأ عدد النجوم بتاعها يزيد مع الوقت، وعلى العكس المجرة اللي فيها معدل موت النجوم أكبر من معدل ولادة النجوم دي مجرات بتموت بالبطيء، لأن النجوم بتخلص واللي بيتولد قليل، فمع الوقت هتموت لوحدها. عدد المجرات نفسه مش ثابت، المجرات بتزيد لان تكاثف الغازات ده بيبدا يعمل نجوم تاني، فالنجوم لما بتتكون بيجمعوا بعض كده في شكل مجره. الموضوع ده بيحصل تقريبا كل يوم، والزيادات دي مش هنلاحظها، لان لو كل يوم بيتولد 100 مجره على الاقل، فانت محتاج ملايين السنين علشان ال 12 تريليون ده تبدا تزود له صفر كمان. 12 تريليون ده رقم خرافي. فالمجرات بتزيد والنجوم بتزيد وخير ربنا كتير، وكل ده في الكون المرئي، الكون اللي قدرنا نشوفه، الحيز بس اللي قدرنا نعمل له كفر او نغطيه. ولكن في حاجات تانية احنا مش عارفين نشوفها، ومش عارفين نشوفها مش علشان بقى احنا محدودين وقدراتنا، لا، علشان بس الضوء بتاعها مش هيلحق يوصل لنا. ابعد نقطة الضوء بتاعها وصل لنا 93 مليار سنة ضوئية. تخيل نفسك بتتحرك بسرعة الضوء، يعني بتروح مثلا دولة زي مصر، تروح مصر رايح جاي 300 مرة في الثانية الواحدة، او انك تلف الكرة الارضية كلها 8 مرات في الثانية الواحدة برضو. بص الضوء سرعته جامدة فشخ، الضوء فشيخ، الضوء جامد، الضوء اسرع حاجة في الكون. انت بقى لو بتحرك بسرعة الضوء هتقطع الكون او هتمشي الكون في 93 مليار سنة. الحوارات بقى دي كلها وصراعات البشر والتاريخ الانساني كله وكل الهري ده حصل على كوكب واحد من كل الزحمة دي. من شوية قلت لك ان عدد النجوم في الكون من 10 أس 22 ل 10 أس 24 نجم، وده الافريج. الشمس بتاعتنا نجم صغير، نجم ما هوش كبير. لو قارننا حجم النجوم ببعض هنعرف ان الشمس دي نقطة صغيرة جدا بالنسبة لهم. فالشمس رغم ان هي صغيرة جدا ضعيفة يعني في جاذبيتها، لما حوالين منها 8 كواكب. تخيل معايا بقى ان كل النجوم في الكون، يا عم هنفترض ان هي لما 8 كواكب مش اكتر، لان في نجوم عامله حفله حواليها. لو كل نجم من دول لامم حواليه 8 كواكب، فانت بتتكلم في عدد 8 اضعاف عدد النجوم. فانت متخيل في كام كوكب في الكون؟ انت بس واحد من كل ده. خد بقى عندك ناس فاكره ان هي مركز الكون، ناس فاكره ان كل الكون بيلف حواليها، ناس فاكره ان الكون معمول عشانها، ناس فاكره ان الكون ده مسخر ليها. انت اقل من نقطه في محيط. كوكب واحد حوالين نجم عادي في مجموعة شمسية عادية في مجرة جدا عادية من 2 تريليون مجرة في حجم كون مرئي 93 مليار سنة ضوئية. انت ولا شيء. يعني احتمال تكون حياة على اي كوكب من دول ده احتمال مؤكد، بل الاحتمال المستحيل ان الحياة تكون اتكونت بس على كوكب الارض. هقول لك ليه. بص لو جينا نحسب احتمالات هنلاقي ان فعلا احتمال مؤكد ان تكون في حيوانات تانية احنا ما نعرفش عنها حاجه. يعني تكون الحياه على كوكب الارض ده شيء مش نادر الحدوث، ده شيء متكرر في الكون كله، ووارد يكون اي كوكب من دول يكون عليه حياه. ولكن ممكن من شكل الحياه اللي احنا عارفينها، الحياه المعتمده على الكربون والهيدروجين والميه، ممكن يكون شكل من اشكال التطور احنا مش عارفين نرصده او مش عارفين نتعامل معاه او مش مستوعبينه لسه. حتى لو شكل الحياه اللي احنا عارفينها، فصدقني ممكن يكون في مجره بعيد جدا نجم شبه الشمس حوالين منه كوكب شبه كوكب الارض، اتجمعت كل الظروف ان تكون في حياة، تكون عليه حياة، ويكون في بشر زينا، وكوكب تاني فيه بشر ولكن مختلفين عننا، وكوكب تالت فيه بشر مختلفين تماما عننا، وكوكب رابع فيه بشر متطورين فشخ عننا، وكوكب خامس فيه بشر لسه بدائيين بيولعوا النار بالحجارة. صدقني كل دي احتمالات موجودة. الاحتمال المستحيل ان تكون الحياة بس على كوكب الارض دي حاجة مش منطقية تماما. في معادلة اسمها معادلة فيرمي. معادلة فيرمي دي بتحسب الاحتمالات او بتحسب عدد الحيوانات الذكية او الحضارات الذكية المحتمل ان هي تكون موجودة في الكون. معادلة كده رياضية نظرية تبع الاحتمالات، ونتائج المعادلة دي بتقول في من 100 مليون لمليار حضارة ذكية محتمل تكون موجودة في الكون. في مشروع اسمه SETI Project، والمشروع ده هو البحث عن ذكاء خارج الارض.
في 15 أغسطس سنة 1977 عالم الفلك جيري إيهمان التقط إشارة غريبة جدا مدتها 72 ثانية جاية من اتجاه كوكبة بيج إير. طب إيه الغريب في كده؟ الغريب إنها فعلا كانت قوية جدا، أقوى من المعتاد، جت على تردد 1420 ميجا هرتز، وده تردد الهيدروجين. فالحضارات دي علشان تتواصل معانا مش هتلاقي أنسب من الهيدروجين علشان تبعت معاه الرسالة دي. اعتبروا كده الحمام الزاجل بتاعها، هي بعتت لنا الرسالة دي عن طريق الهيدروجين أو عن طريق تردد الهيدروجين. الإشارة دي حرفيا ملهاش تفسير لحد دلوقتي. علشان كده جيري إيهمان لما شافها كتب بالقلم الأحمر بالخط الكبير واو، فتسمت الإشارة دي بإشارة واو. المشكلة إن هي مش ناتجة عن أي حدث طبيعي أو عن أي ظاهرة كونية تاني، لأننا بكل بساطة ما رصدناهاش تاني، كانت مرة واحدة وما تكررتش. فلو كانت هي إشارة طبيعية ليه ما تكررتش تاني؟ سنة 2019 بقى علماء مشروع بريك ثرو ليسن التقطوا حاجة غريبة جدا، التقطوا إشارة راديو جاية من اتجاه بروكسيما سنتوري، وده أقرب نجم للشمس تقريبا، وده بيبعد عننا ب4 سنين ضوئية، ودي كانت على تردد 982 ميجا هرتز، وده برضو مش التردد العادي، مش التردد الطبيعي. احنا مش كل يوم بنرصد حاجة زي كده. والإشارة دي مش زي إشارة واو اللي استمرت 72 ثانية، دي استمرت عدد ساعات، وده بيفتح أسئلة كتير. بروكسيما سنتوري ده أقرب نجم لينا، واللي فيه كوكب شبه كوكب الأرض جدا، وكل ظروف الحياة موجودة عليه. فدول كانوا من ضمن المحاولات للتواصل مع كوكب الأرض من الحضارات التانية. برضو مش متأكدين إن هي ممكن تكون من حضارة تانية، ممكن تكون ناتج أي حاجة تاني، ولكن السؤال برضو هيفضل موجود. بص، الكائنات اللي عايشة معانا في الكون مش زي ما انت فاهم شكل الفضائيين ده، الالينز وشكلهم الأخضر وعندهم قرون وعندهم حاجات كبيرة وحاجات صغيرة. الموضوع مختلف تماما. الحضارات ممكن تكون مختلفة جدا عن توقعاتنا، أو حتى كائنات مختلفة، أو حضارات متقدمة جدا لدرجة إن احنا مش قادرين نرصدها. احتمال إن احنا نكون موجودين لوحدنا ده احتمال مستحيل وسط العدد الهائل ده من النجوم والكواكب. انت كوكب واحد وسط مجموعة نجمية واحدة في مجرة واحدة من 2 تريليون مجرة في كون قطره 93 مليار سنة ضوئية. انت حرفيا ولا حاجة، ولكن شكرا للإنسان إنه وصل للمرحلة دي، وصل إن هو يفهم اللي حواليه، وصل إن هو يعمل قوانين يفهم بيها طبيعة الكون من حواليه. وبفضل قوانين الفيزيكس احنا هنا دلوقتي. مش لوحدك في الكون يا صاحبي، الموضوع كبير. الأكيد إنك مش لوحدك، والأكيد إنك ليك جيران، وبس كده. سلام.